الاهلي للعب على ارضه وبين جماهيره. محاوله لمصلحه الفريق المصري. ابو تريكه الان يعكس كره عرضيه، فرصه للهدف بضربه راسيه عن طريق عماد متعب. ابو تريكه بالمقاس، هي كره وعماد متعب يتمكن من التسجيل بضربه راسيه محكمه يخالف شباك الحارس سفيان عز الدين لتهتز مدرجات ملعب القاهره. الاهلي يعلن عن تقدمه في هذا اللقاء، وعماد متعب يقول كلمه التفوق. فرحه كبيره في مدرجات ملعب القاهره. دائما جمهور الاهلي مفردات الفرح ومرادفاته على لسان حبان القلعه الحمراء. الاعاده من جديد في كره يمهدها ابو تريكه. عماد متعب اللي كان متمركز في التوقيت المناسب خالد سفيان عز الدين بهذه الراسيه، ويعلن عن اسبقيه لمصلحه فريق الاهلي. الاعاده مره اخرى في كره ابو تريكه، والكره طار معها عماد متعب ليتمكن من التسجيل. تتغير النتيجه، الاهلي ياخذ الاسبقيه بكره عماد متعب اللي غلط من خلالها حارس المرمى سفيان عز الدين. فرحه المدرب مانويل جوزيه سريعه. عماد متعب مع الكره، عماد ينتظر مسانده، انطلاقه للاعب الحيوي احمد فتحي، عرضيه من احمد فتحي، عماد متعب الهدف الثاني. عماد متعب، هي الثنائيه لعماد، هي الثنائيه لهذا المهاجم الخطير. مر الكره باتجاه احمد فتحي، احمد فتحي يرجع له الكره وعماد متعب يسكنها داخل الشباك. ثنائيه لهذا الهدف للمهاجم المهم عماد متعب، يتمكن من زيارة شباك المولودية للمرة الثانية، هذه المرة بتسديدة قوية تسكن الشباك. الاهلي يتقدم 2-0 بفضل تألق هذا الهداف، بفضل امكانيات عماد متعب في التسجيل. الاهلي يعلن عن تقدمه هدفين مقابل شيء. شوفوا الكرة القوية اللي غلطت سفيان عز الدين وعماد متعب في المبعد، ووراء المحاولة مر باتجاه احمد فتحي، احمد فتحي هيأ له الكرة وعماد متعب كيفما جاء سددها باتجاه المرمى. كرة متعب اخذ الطريقة نحو الشباك لتعلن عن ثاني اهداف العمدة مع الاهلي في هذا اللقاء. الاهلي بفضل عماد متعب يتقدم.